السلام عليكم. أنا كنت الصراحة عايزة أتكلم النهاردة على فيديو موضوع معين. لقيت نفسي لازم أغيره النهاردة بما إني بتكلم على التطور النفسي وعلم النفس والتطور الروحاني، لأن دايما الاتنين بيبقوا متلازمين مع بعض. وكل ما أنت نضجت نفسيا وفهمت نفسك أكتر، وكل ما استوعبت الوعي النفسي عندك، الوعي الروحاني أوتوماتيكلي بيزيد، لأنك بتبقى فاهم اللي جواك واللي حواليك. لكن حصل معايا النهارده ان في قصه صديقه عزيزه عليا جدا، لما تواصلت معايا وبعتت لي رساله على الموبايل، واكتشفت ان هي عندها المشكله اللي انا كنت سايباها فيها من 8 سنين ايام ما كنا زملاء في الشغل مع بعض، لسه مستمره معاها ولكن بدات تتحل المشكله دي. والفيديو ده مخصوص علشان قصتها. ليه؟ لاني انا عايزه اتكلم جوه القصه دي في هدف عايزه اقوله لكم، هتعرفوه اخر الفيديو. قصه البنوته دي ان هي كانت بتروح الشغل معايا كل يوم. صديقتي دي صديقه اجنبيه غير عربيه، وكنا بنقعد في اللانش تايم نتكلم مع بعض. في وقت من الاوقات كانت بتتكلم معايا، بدات تفضفض معايا عن مشاكلها مع جوزها. من ضمن المشاكل، عشان انا عايزاكم تتخيلوا معايا وما تقولوش ان هي ظلماه، ان هي في يوم من الايام العربيه بتاعتها عطلت بيها على الهاي واي، واتصلت بيه قال لها شوفي وحلي مشكلتك بس ما تتاخريش. وده اللي كان قدر عليه، بدل ما يروح يطمن عليها كان الوقت متاخر. والهاي واي عندنا هنا في امريكا دايما البلاد بتبقى فيها ضلمه، والاشجار بتخلي مفيش الاضاءه الكافيه، فيعني المفروض ان انت كزوج ان انت تبقى قلقان عليها. ممكن اقول لكم على مثل تاني، لان الامثله كانت كتير. ان هي كانت بدات تحس ان جوزها بيدخل البيت بيجيب اكل لوحده فقط، فاضطرت انها تغير رقم تليفونها وجابت رقم جديد. يعني استلمت رساله منها امبارح بتقولي فيها رندا ازيك، ده رقم تليفوني الجديد لو حابه ان احنا نتواصل مع بعض عليه، لان انا خايفه تليفوني التاني يضيع. فانا ما كنتش فاهمه يعني ايه خايفه ان التليفون بتاعي يضيع. انا كل ده لسه ما قلتلكوش سبب الفيديو، معلش، ما انتوا لازم تفهموا الاول عشان تفهموا بعد كده ايه اللي حصل. بعد كده اتصلت بيها وقلت لها ده انا ما سمعتش صوتك بقالي من زمان كتير قوي، عامله ايه؟ قالت لي والله انا الحمد لله انا في مرحله الانفصال من جوزي. قلت لها طيب انت حاسه ان هو ده احسن قرار؟ قالت لي طبعا، واستلمت شغل افضل من الشغل اللي انا كنت فيه بكتير، واخدت كمان شغل فول تايم بجانب شغلي اللي انا بعمله من جوه البيت، وبالتالي انا عندي شغلانتين اقدر اقف على رجلي واواصل الاهتمام باسرتي. البلد اللي هي جايه منها صديقتي دي هي اسبانيا، فبالتالي الكالتشر بتاعتهم زي بالظبط المصريين. الزوجه بتحاول ان هي تحافظ على جوزها، او العرب يعني شبيهه شويه. فبتقولي ان هي حلمت حلم، وهو ده سبب الفيديو. حلمت ان جوزها ماشي مع واحده، والواحده دي لون بشرتها اللون اللي هي بتقول بالظبط كده لون أوليف، يعني مديه على مكسيكاني شويه. فبتقولي كان جوزي بيرجع من الشغل يقفل على نفسه الباب، يقعد يتكلم في التليفون طول الوقت، وبعدين ابنها كان بيرجع من الشغل مش مبسوط، وهما الاتنين كانوا بيشتغلوا مع بعض في مكان واحد. بعد كده لقيتها بتقول انه هي ماشية في الشارع لقيتهم هما الاتنين نفس البنت اللي حلمت بيها، نفس البنت اللي حلمت بيها. انتوا متخيلين؟ فهنا بدأت أتوقف شوية. خلي بالكم البنت دي خلتني أسأل سؤال، هو الحلم ده بيجي إشارة لمين؟ للمؤمن ولا للشفاف ولا للمسلم ولا لغير المسلم؟ لغاية ما لقيت الإجابة جايالي من القرآن الكريم. لما فرعون شاف رؤية ده كان إنذار من ربنا لأنه كان ظالم، ولما سيدنا يوسف شاف رؤية ده كان حماية له وتمهيد على اللي يحصل له علشان يبقى صابر. ولما ملك مصر شاف رؤية ده علشان كان في واحد مظلوم جوه السجن كان لازم يطلع.
يا جماعة انتوا لو مظلومين او عندكم احساس ان في حد بيكيد لكم كيدا، لازم تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى قال لكل الكون لو خلقتموهم لرحمتموهم، وبالتالي ربنا اقرب اليك من حبل الوريد. وافتكر دايما وانت مظلوم ان ربنا سبحانه وتعالى هيخليك تنجو حتى لو كنت زي موسى في قلب بيت عدو، حتى لو كنت في البحر لما اترمى في اليم، حتى لو كنت في أحضان امرأة فرعون اللي هي أساسا كانت فرحانة بوجوده وقت ما هو فرعون كان ظالم وبيقتل كل الأولاد. فخليكم دايما عارفين إن المظلوم ربنا حرم على نفسه الظلم، وبالتالي المظلوم سواء مسلم أو غير مسلم فهي روح، وروح من روح الله، فكلنا عباد الله وكلنا غاليين قوي على ربنا. فالمظلوم أيا كانت ديانته ربنا بيحرم عليه الظلم وبيبعت له رسائل علشان ينقذه من اللي هو فيه، علشان ربنا سبحانه وتعالى بيغير على عبده، بيخاف على عبده، بيحمي عبده حتى لو عبده ما كانش مديله الشكل اللائق له كإله عظيم خلقنا كلنا. وبالتالي الحلم لما بيجيلك أو الرسالة لما بتجيلك لازم الوعي الروحاني اللي عندك يبقى فاهم ومدرك إن دي بتبني عندك روحانيات أكتر عشان تقربك من ربنا أكتر، وكمان بتطبطب عليك أكتر علشان تهون على نفسك أكتر. فزي ما قلت لكم التطور الروحاني والتطور النفسي دايما ماشيين في خط متوازي، وده هدف الفيديو عندنا وهدف حلقاتنا كلها، الوعي الروحاني والنفسي في الظروف اللي احنا فيها دي، لأن مرض الاكتئاب هو مرض العصر وهيفضل موجود دايما، لأن احنا وبيزداد لأن احنا بدأنا نبقى ماديين أكتر. وبالتالي انت لازم تستوعب ان انت عندك وجع، كل الناس عندها وجع، الوجع في الظلم والمكيدة وإحساسه بالقهر وإحساسه بأن هو مضغوط. مفيش واحد هيشوف الفيديو ده وإلا هيلاقي إن هو في حاجة شبهه في الفيديو ده. تأكد إنك أنت لو لقيت حاجة زي كده لازم تعمل شير عشان غيرك يسمعه وغيرك يستفيد، ما تبقاش اتفرجت واستفدت وظلمت غيرك إنك أنت ما تبعتلوش الفيديو ده، علشان حتى يحس ويفهم ويدرك إن ربنا مش سايبه، ربنا معاه وجواه وأقرب إليه من حبل الوريد وهينصره. شكراً، سلام عليكم.